انا بعيط على حالي كل شوية، انا بعت بيتي وعربيتي علشان ناكل، هننام على الرصيف ومحدش سائل فيا ومعنديش حاجة تانية ابيعها. ظهور الفنان شريف خير الله ضيف في احد البرامج التلفزيونية من جديد، بيشتكي على حاله وقال انا بعت كل حاجة علشان ظروف المادية سيئة جدا. تعالوا نعرف مين هو شريف خير الله. مواليد 1963 في محافظة القاهرة، كان بيحب الغنى من صغره وبيحب ان هو يقلد الممثلين. والده كان بيمنعه ويقول له اهتم بدراستك، لكن والدته كانت بتشجعه. له اخ ولد وله اختين. خلص الثانوية العامة ودخل كلية التجارة، بعد كده دخل معهد العالي للفنون المسرحية مع أحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي. وهو كان في المعهد، مخرج اختار شريف خير الله وقال له هتمثل معايا في مسلسل دور صغير، وهو كان لسه طالب في المعهد، لحد ما بقى دور واتنين وتلاتة وبدأ المخرجين والمنتجين يعرفوه. ومن أعمال شريف خير الله ريا وسكين، كان مع عبلة كامل وسمية الخشاب. عمل مع كبار الممثلين زي عمر الشناوي وعبد المنعم مدبولي ومحمود حميد. لكن حياته الشخصية، اتجوز واحدة من خارج الوسط الفني، عاش معاها 10 سنين وبعد كده اتطلقوا، لكن ربنا رزقه بابن وحيد اسمه خالد. اتعرض شريف خير الله لحادث وقعد فترة كبيرة في غيبوبة، وعمل فيها عملية على المخ، لدرجة ان الناس قالوا ولا في حادثة ولا حاجة، ده هو اللي قال كده علشان يلفت الانظار. شريف خير الله بيقول محدش كان بيقف جنبي غير واحد صديقي خارج الوسط الفني، وعرفت مين كان معايا ومين مش وقف جنبي. ومن فترة نزل بوست على مواقع التواصل الاجتماعي، نزل بوست عليه صورة ست ومحدش عارف عنها اي تفاصيل، لكن كتب على الصورة حذرها وقال لو انتي مرجعتيش على اللي بتعمليه معايا انا هفضحك وهقول للناس كلها على الملأ انتي مين. والناس قالوا ازاي انت بتنشر حاجة زي كده؟ لقى انتقادات كبيرة جدا. وكتب كمان انا لقيت شغلانة افهم فيها بعد 3 سنين قاعد في البيت مفيش شغل، لقيت شغلانة سواق تاكس. واخر اعماله هو كان سنة 2017، طلع بدور صغير وطلع سنة 2020 ضيف شرف، وقال على نفسه في احد اللقاءات انا الناس مش عايزاني، ما بيحبونيش، وبيقول انا كمان احنا مش عاجبين الناس، وبيقول انا بعت اللي ورايا واللي قدامي. ده كان حياة شريف خير الله.